لو انت شغاله لكل الرجاله بتروقيهم كلهم وتظبطيهم كلهم على الكاميرا. والله العظيم ما تعرفيش ان في رجاله بيظبطوا نفسهم على ميعاد الفيديو بتاعك، وانت تتقوهي كده وعماله تقولي اهات كده وعماله تتمحني كده وعماله شايفينك عايزه كده. ما تعرفيش ان هما بيروقوا على قفاكي؟ والله افهمها زي ما تفهميها، لكن هي ملهاش حل تاني غير ان اقول لك الصراحه. الصراحه راحه، احنا في زمن ما يعلم بها الا ربنا. وخديها كلمه حكمه من اخت اجا خوته في الضلمه، لا مش اختك، خديها حكمه من واحده مغتربه زيك. احترمي نفسك وامشي على السنه والشرع بتاعنا، وامشي على دينك، هتلاقي نفسك بقيتي محترمه. طبقي شريعه الله وسنته هتلاقي نفسك لوحدك كده. المثل عندنا القديم بيقول من قديم الازل، بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك. انت لو مؤدبه او محترمه مش هننتقدك خالص، اوكي؟ فخديها نصيحه مني، ما تعمليش الحاجات دي لانك بتاخدي ذنوب. اي راجل بيشوفك وقاعد يتمحن قصادك ولا بيبصلك بصات غير يعني مش كويسه مش سويه، وانت قاعده تتقوهي وعماله كأن مشغلين فيلم ثقافي ولا الناس مشغله فيلم والعياذ بالله. طيب هو ملهاش حل تاني؟ انتوا شايفين حل تاني؟ ما هي المشكله ان صراحتي قاتله، ياكلوا خرا ياكلوا من تحت رجليهم. انا صريحه، هو ده اللي بيحصل اقسم بالله في الزمن اللي احنا عايشينه. احنا ماشيين محترمين اهو، مفيش اي حاجه، وبيتقال علينا كلام بسببها. والله العظيم بيتقال علينا كلام بسببها. لما حكت للناس وقايد ده انا كنت ماشيه انا واحده صاحبتي وبنضحك وبنتميع كده في الشارع، وجي واحد ورايا قال لي تعالي معايا اما اجيب لك شغل، انت مش عايزه شغل تعالي معايا، ورحت معاه. جات لي واحده تكتب لي في الكومنتات هو انت يا اختي اللي بيقول لكم تعالوا معايا بتروحوا؟ قلت لها مين اللي قال لك كده يا وليه؟ في ايه؟ ما تهدي يا وليه وتعقلي كده وترسي كده، في ايه؟ قالت لي الوليه بتقول انا الراجل قال لي ما اعرفوش وقال لي تعالي ورحت معاه عشان هيجيب لي شغل. قلت لها دي ممحونه، دي فايزه العايزه، مش كل الناس زي بعضها طبعا. انا لو واحد قابلني في الشارع وانا لو عايزه 100 شغل حتى لو بشحت ومش لاقي اكل وعايزه شغل وقال انا جبت لك شغل، هقول له لا استنى معلش انا ليا زوج، ليا واحد انا في عصمته. امال جوزي ده ايه؟ ده اصرفه منين يعني؟ امشي كده حبلي على ظهري اروح مع الراجل وخلاص؟ خصوصا انها كانت متجوزه ساعتها وكانت على ذمه السوري، الراجل السوري ابو بناتها. فده ما يرضيش ربنا وما يصحش، لان احنا بنتاخد بذنبك. الحسنه بتخص والسيئه بتعم يا فايزه يا عايزه. فانا من قناتي المتواضعه دي بقول للناس كلها اتقوا الله، وهي لا تمثل الا نفسها. احنا المصريات الاصليين، احنا ولاد الاصول، احنا المحترمين، واحنا اللي بنمثل بلدنا. اما دي ما بتمثلش الا نفسها. اللي هيبص لها على انها بتمثل دوله بحالها هيبقى ظلم مصر كلها وظلم الدوله كلها. وخدوه مني كلام عن ثقه. والله ماشي. نيجي بقى للحاجه التانيه، سيبكم من المحن بقى والحلبسه ولا البليله اللي كانت بتاكلها في الكوبايه وعماله تتمحن 24 قيراط وتتقوى وتقول اهات. الحاجات دي ما بنشوفهاش غير في الاماكن المغلقه، يعني في اوض النوم لا مؤاخذه، ما بتتعملش غير في الاماكن دي، اوكي؟ ما هي الصراحه القاتله بقى، عشان انتوا واخدين عليا وعارفين ان انا صريحه، وهي دي الصراحه القاتله. فانتوا بتسمعوها ببلاش كانكم كده قاعدين بتتفرجوا على واحده في اوضه النوم. والله. المهم الناس هيستنوا فيديو الاكل بتاعك، ومش هتلاقي نسوان كتير بيتفرجوا عليكي، هتلاقي الرجاله بعد كده، لانهم علموا قناتك وعرفوا قناتك وعرفوا ان المراه صاحبه القناه دي هي اللي عايزه بالقوي. طيب نيجي بقى للموقف الثاني، وهو ما يقلش عنه زباله او قذاره، ما يقلش خالص عن الموقف الاولاني، الا وهو لما راحت تسلم على الراجل. على فكره هي بتستغفل متابعاتها في كذا